اذا الرجاء كيحقق العالم الكامل من بعد الانتصار ديالو على يوسف برسيد ب2-0. هذا الانتصار جا من بعد واحد الاسبوع صعب، اسبوع ديال الضغط، خصوصا من بعد الوعكه الصحيه اللي تعرض لها الرئيس ديال الرجاء. بهذه المناسبه كنتمناو ليه الشفاء والتوابع ديالو بعد الخروج ديال المنابر الاعلاميه والتشويش على الفريق. قبل ما نهضروا على الماتش ديال الرجاء وشنو وقع فيه، لابد انه بالمستوى ديال البطوله فين وصل، وخصوصا الطريقه ديال الاحتفال ديال اللاعبين اللي خلات الصحافه العالميه كدوالي وكتنوه بهذه الطريقه ديال الاحتفال. كنا كنعرفوا طريقه الاحتفال ديال كريستيانو وبزاف اللاعبين ولاو كيقلدوا، لكن الطريقه اللي غادي نوريك دابا اللي غادي تشوف يمكن غادي تنسى الاحتفال ديال كريستيانو، وانا متاكد بلي الجميع غادي يولي يقلدها. هادشي ما كيزيد الا البطوله جمالا، الله يسمح لينا والعواشر هادي. واخا نهضروا على الرجاء والماتش ديالها وكيفاش دار. اذا انتصار ديال الرجاء ب2-0 يمكن النتيجه بالنسبه لي انا نتيجه صغيره بزاف، خصوصا الكميه الهائله ديال الفرص اللي ضاعوا. التشكيله ديال الرجاء ما خرجتش على المألوف، وكنشوفوا هاد المره زريده كظاهر ايمن يمكن عطى واحد الانطباع جيد بعد الغياب ديال بولكسوت اللي جمع 4 الانذارات. التكتيك ديال المدرب في الشوط الاول كيبان بانه ما معتمدش على مهاجم راس حربه صريح، هادشي اللي يخلي الهدف غيجي من بالعمري في الدقيقه 90. للاشاره فبالعمري فغادي يكون هذا هو اول هدف ليه مع الرجاء، يمكن خاص يكون سبقوا الزرهوني والنفاتي بعد تضييع جمله من الفرص. الهدف ديال بالعمري كما غتشوف دابا جا من بعد واحد المجهود ديال الفريق باكمله. بالنسبه للشوط الثاني فكان مغاير على الشوط الاول، لكن قبل ما نهضروا على الشوط الثاني مابقاش نساو الطريقه ولا المبادره اللي داروا اللاعبين بالتمني الرئيس بالشفاء، وهادشي اللي لقى واحد انطباع زوين واثبات الرئيس. وهادشي يقدر يجيك امر عادي، ولكن ماشي امر عادي. هادشي كيبين الحب الكبير اللي كاين ما بين الرئيس واللاعبين، وخصوصا حتى الجمهور اللي ولا متعاطف مع الرئيس بزاف. اذا الشوط الثاني كيعرف تسجيل الهدف الثاني الموهوب في هذا الماتش. في الشوط الثاني يمكن كان اناني شويه، البيت اللي جاي يمكن نحسبوه هو مجهود فردي ديال الزرهوني. انا اللي كنت سائل على موهوب، ان موهوب عنده جميع الامكانيات باش يكون لاعب ولا نجم ديال الرجاء، لكن ما عرفش شنو اللي خاصو يدير، بزاف ديال الفرص كيضيع. هذا هو السبب الرئيسي اللي كيخلي المدرب ديال الرجاء ما كيعتمدش عليه رسمي. بالنسبه للمدرب ديال الرجاء يمكن كيقدم موسم خرافي. الاحصائيات ديالو كتبت لك هو انهم من بعد 16 مباراه في البطوله بدون هزيمه و4 ديال انتصارات متتاليه. اذا من بعد هذا الانتصار هذا والمباراه اللعبات ديال الجيش، الترتيب ديال البطوله كيتغير وكيولي على الشكل الاتي. الترتيب ديال البطوله هذا غيعطينا واحد التشويق، خصوصا المنافسه ما بين الرجاء والجيش. هادشي اللي غادي يعطينا الماتش الجاي ديال الرجاء مع الجيش نهار الاحد مع 4 ديال العشيه. هذا الماتش هذا غادي يكون زوين وغادي يكون واحد الكلاسيكو مغاير على الاخرين، لان انتصار ديال الرجاء غادي يعطينا الصداره والفارق ما بيننا وبين الجيش. اذا الجيش في الماتش ديالها كتنتصر على المحمديه ب3-0، وكما نساوش بان المحمديه وخصوصا الرئيس ديالها فخوا كاع الفريق من اللاعبين الكبار. بخصوص الراي ديال الجماهير ديال الرجاء خصوصا في الماتش الجاي ديال الجيش، فراه الكل عازم ومؤكد بان الفوز على الجيش يعني الفوز بالبطوله. وغادي نختموها باللقطه الجميله اللي دار الجول ديال برشيد للاشاره، فاحنا وبرشيد كتجمعنا واحد العلاقه زوينه، وقال لهم بان هذا وجهدي عليكم، وفي الاخر تقولوا لي الله يرحم الوالدين. وفي الاخر اسبوع موفق جميع الرجاويين العزاز، وغادي نختموها بهذا الفيديو. وين يا صاحبي؟